السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي متابعين القناة. النهاردة حلقة جديدة بأمر الله من حلقات يوميات المربي الصغير. تخيل كده احساسك وانت طالع الصبح تفطر الحمام بتاعك وتفتح المكان عندك، سواء انت بقى مربي في اوضة ولا في سلاكة، وتدخل تلاقي الحمام بتاعك مش موجود، او تدخل تلاقي الحمام نصه مش موجود، او تدخل تلاقي احسن حمام عندك ناقص. طبعا احساس حزين جدا، وحاجة يعني تعمل لك اكتئاب، وحاجة تزعل صاحبها. الحمام يا جماعة عندنا قيمته مش في الفلوس، قيمته في العشرة، وقيمته في درجة حبك للحمام. كل دوت يا جماعة بسبب مش عاوز اقول اهمال من المربي، ولكن هو بيبقى اهمال، وفي نفس الوقت بيبقى شوية مشاكل كده وتقصير هقول لك عليها في موضوع حلقتنا. موضوع النهارده يا جماعة الحلقة هو السرقة عند الحمام، او ياما ناس كتيرة اتسرق منها حمامها بأسباب كتيرة جدا. وهقول لك دلوقتي حكايتين في الشارع عندي، والاتنين في نفس الشارع اللي انا فيه، واحدة في نفس الشارع والتاني في الشارع اللي في ظهري. فطبعا بحكم ان انا يعني عارف صحابهم، فبرضو قلت اطلع بمعلومة افيد الناس بيها، لعل وعسى الناس تخلي بالها وما تقعش في نفس الاخطاء اللي الناس دي وقعت فيها. على بركة الله بنبدأ حلقتنا. بص يا جماعة، دايما يا جماعة الحمام دوت بنلاحظ كل فترة كده تلاقي واحد يقول لك ده الحمام بتاعي اتسرق، الحمام بتاعي اتسرق. كل يوم والتاني تلاقي مشكلة، ده الغية اتسرقت. طبعا كلها بتبقى يعني مشاكل، بنقول ان هو المربي هو اللي مهمل، وفي نفس الوقت بيقول المربي هو اللي بياخد ناس غريبة يطلعها عنده المكان. و طبعا المربي مش بيقفل مكانه يعني بجنزير او بقفل او بترباس او بنقول تحت بند الاهمال. طيب النهارده احكي لكم يا جماعه حكايتين كده، وسبحان الله من اغرب ما تتخيلوا. يعني شوف برضو اقول ايه، يعني سبحان الله اللي بيحب يأذي بيأذي، يعني بصرف النظر بقى قريب او غريب، لا عايز يأذي بيأذي. تخيل انت لما تبقى انت راجل طالع مصيف انت واسرتك، ومفيش حد في البيت، وترجع من المصيف تتفاجئ ان الحمام بتاعك مش موجود. وبعد التحريات، وبعد ما تراجع الدنيا وتشوف الجيران وتشوف مين اللي عمل كده، تكتشف ان اللي عمل كده ابن عمك اللي معاك في البيت اللي جنبك. تخيل يعني الراجل اللي انت المفروض تأمنه على بيتك ويخلوا باله من بيتك، لا هو اللي سرقك. دي يا جماعة اول حوار، ان انت ناس راحت مصيف وسابوا المكان بتاعهم، رجع صاحبي دوت لقى الحمام بتاعه مسروق. تخيلوا يا جماعة. وبعد ما سأل وعرف وطقس، طلع اللي عمل الحوار ده ابن عمه. لأن هو كان دايما بيبقى برضو طالع نازل عندهم في البيت، بحكم ان هو ابن عمه، وفي نفس الوقت هو الوحيد اللي عارف، او هو من الناس اللي عارفة ان البيت هيكون فاضي والناس كلها في المصيف، فمعاه الوقت ومعاه محدش هيقول له انت رايح فين ولا جاي منين. ده بيت ابن عمه او بيت عمه، وطالع نازل، ولو شال اي حاجه ونزل بيها محدش هيشك فيه، لانه في الاول وفي الاخر هو ابن عمه. فيعني شاب صغير للاسف الشيطان ضحك عليه، وطلع سرق حمام بقد كده، وراح باعه وخسروا. يعني ما شاء الله كمية حمام صاحبها تعبان فيها، ولا الراجل الشاب الصغير دوت يعني ما نقول ايه، بعد عن الدين، ولا عدم رباية، ولا غل ولا حقد، وياخد الحمام بتاع الراجل الشاب التاني ابن عمه ويروح يخسره، بمعنى يعني برخص التراب. فقعدنا برضو نلم اللي قدرنا نلمه من السوق، وعرفنا يعني بعد ما الراجل بقى تعالى وبعت فين والمين وفين والمين. فيعني الناس التجار اللي اشترت فيه منهم اللي رضي يرجع لنا الحمام بالسعر اللي هو البخس طبعا. وفي طبعا ناس تانية قالت لك ده انا بعته والله، خدته وبعته وطلع لي مرزقتي ومش عارف ايه. طب ازاي يا عم الحمام الاصل مثلا عامل 500 جنيه، ازاي تبيعه له 100 جنيه و150 جنيه؟ قال لك يا باشا هي بقى دي شغلانتي ودي تجاره وده مكسب. فطبعا يا جماعه هو يعني بنقول ان انت نحرص ونخلي بالنا من موضوع السرقات، وموضوع يعني هو الراجل يعني المفروض ان هو بيساب البيت وعارف ان هو طالع مصيف وجاي، يعني يتفاجئ ان ابن عمه هو اللي يسرقه مش الغريب. دي اول مشكلة. طيب تاني مشكلة يا جماعة، او تاني حوار سرقة برضو في نفس المنطقة، والاتنين ورا بعض ما كملوش بالظبط 10 ايام،
ده اللي خلاني اطلع اعمل حلقه وانبه الناس واتكلم معاهم في الحوار دوت. نفس القصه يا جماعه برضو. واحد حبيبي برضو مربي حمام، بس يعني مش حمام كتير، يعني هو عنده عدد قليل، بس هو يعني عنده حمام نظيف، حمام ابلق وحمام غزار وحمام نظيف. تمام. فالمهم ايه، يعني الكلام جاب بعضه، قال لك انا طلعت اتفاجئت ان في اصوص معينه هي اللي ناقصه، مش الحمام كله طلع، لا اصوص معينه من الحمام هي اللي ناقصه، لدرجه شك ان هي تكون اتسرقت، او يعني حصل حاجه، عرسه دخلت قطه خدتهم، اي حاجه. تمام. والراجل ده بيطير، يعني هو الراجل ده بيطير وعنده سلاكه وبيطير، تمام، بس ما عندوش كميات كبيره. فمجرد ما لقى الاسوس ناقصه، عرف ان في حمام ناقص واتسرق. طيب المهم ايه اللي حصل، ايه اللي تم؟ قال لك يا باشا، طلع برضو المشكله التانية ان هو الراجل كان في شغله، فاخوه الصغير، هو مش صغير، هو شاب في ثانوي كده، جاله واحد من الشارع. تمام. قال له ده في فرد من عندي طار وجاء عندك على الايه، على المكان عندك، فلو سمحت اطلع بص لي عليه. فالتاني الشاب اخوه بحسن نيه اللي هو في ثانوي دوت، خد الراجل اللي جاي الغريب، قال له تعالى، وتعالى قال له بص مفيش حاجه وهوت ومش عارف ايه، بحسن نيه. والتاني قال له خلاص ماشي مفيش مشكله وايه، وعوض على الله ومشي. اتاري التاني اللي جاي دوت عمل قصه وحوار، بحيث ان هو يعرف مداخل البيت ومخارجه، ويشوف الدنيا، ويفرز الحمام، ويشوف مفتاح الدنيا ايه، ويشوف الاوضه مقفوله بقفل، مقفوله السلاكه مقفوله بجنزير، بقفال، بكالون، باي حاجه، بيعرف يشوف الدنيا رايحه فين وجايه منين. المهم المعلم خلاص طلع، خد اللي هو عايزه، المعلومات اللي هو عايز ياخدها، وبص على الحمامتين ونشن هو هياخد ايه. تمام. وقام ماشي بعدها بنفس اليوم بالليل، تمام، او تاني يوم. تمام. اللي الزبون بيتفاجئ ان الحمام ناقص. طيب منين اللي حصل، ايه الحكايه، الروايه. تمام. بيتكلم اخوك كبير، قال له ده في واحد، قال له ده في حمامه طايره عندك ومش عارف ايه، قال له اطلع بص عليها، طلع ما لقاش حاجه. فمن هنا عرفنا يعني ان الشاب دوت هو اللي سرق الحمام، وهو اللي جه خد يا جماعه اسس معينه، خد اغلى انواع الحمام اللي عند الراجل. يعني جاي عارف بيلم ايه، راجل مربي وفاهم، راجل غاوي جاي وفاهم، عارف بيلم ايه. ما خدش حمام تحضين، ما خدش حمام رخيص، لا خد احسن اسس عند الراجل، وحطهم في شنطه واتكل على الله ومشي. تمام. فالكلام جاب بعضه، فالتاني حكى لاخوه. فده يا جماعه يعتبر درس من دروس سرقه الحمام. وطبعا الاهمال رقم واحد، رقم اتنين البعد عن ربنا. والشباب ما تعرفش يا جماعه ايه اللي حصل لهم، الشباب الصغير بقى موضوع ان حد ياخد حاجه غيره ديت يعني مستباحه. فدول يا جماعه قصتين في نفس المنطقه عندي في 10 ايام، فحبيت انقلها لحبايبي، لعل وعسى ربنا يسترها عليهم. ونصيحتي ليك بقى، قفل يا باشا على حمامك، ما تدخلش حد غريب على حمامك. حتى لو واحد جاي يشتري منك حمام وجاي لك من محافظه تانية، يا باشا يقعد تحت مفيش مشكله. ما تدخلوش على حمامك. يعني ما تخليش، ما تضمنش اللي جاي دوت نيته ايه. تمام. ما تدخلش قرايبك، خاف من صحابك جدا، مش هقول لك بقى حرص، لا خاف. تمام. خاف من قرايبك، خاف من اخواتك الصغيرين، خاف من كل كبير وصغير يا جماعه. لان ساعات يعني الاهل هم اللي بيسرقوا الحمام، تخيلوا يا جماعه، والقرايب هم اللي بيسرقوا الحمام. وانت اخر ما هتشك فيهم، لا وبالعكس تفضل تقول الحمام راح فين، ده الفرد ده راح فين، ده الذكر ده راح فين، ده النتايه راحت فين، ويطلع حد من اهل بيتك هو اللي سرق الحمام. والحوار ده يا جماعه عن تجربه وعن قرب عشته مع حد معرفه جدا جدا جدا، كان مربي عنده ما شاء الله غية طول بعرض، وما شاء الله كل فترة بيطلع يلاقي فرد ناقص، فرد ناقص، فرد ناقص. تمام. وبعد التحريات وبعد ما الراجل عمل كمين، طلع ان اللي بياخد الحمام ده اخوه. تخيلوا يا جماعة، اخوه هو اللي بيطلع كل فترة، كل 10 ايام، كل اسبوعين، يروح واخد فرد ويروح رايح بايعه، ويعمل مصلحة من ورا اخوه، ويقول لك كده كده اخويا ومحدش له حاجة عندي، ومن آمن العقاب أساء الأدب، وعارف إن هو مش هيتحاسب. تمام. والتاني يا عيني يفتكر الفرد اتضرب منه، يفتكر الفرد يعني صقر خده، ولا بومة، ولا غراب، ولا أي نيلة، ولا عرسة، ولا قطة، ويستعوض ربنا. وفضل التاني مستلمه 4 5 مرات على القصة ديت، وياخد منه احلى حمام. بس التاني كان بياخد فرد في فرد في فرد، بحيث ان التاني ما ياخدش باله، كل 10 15 يوم، كل 20 يوم يروح معوره في فرد. والتاني طبعا سلاكه كبيره او غيه كبيره،
مش بيركز قوي غير في لما على ما اكتشف بقى الحوار وعلى ما عرف القصه كان خسر له 4 5 تفرده. تمام. فيا جماعه تلخيص الكلام، خلي بالكم من حاجتكم. مش عيب ان انت تقفل على حاجتك، حتى لو انت موجود في البيت، حتى لو انت في شغلك، قفل يا باشا. حتى لو قطه تخش لك ولا عيل صغير يفتح الباب ويدخل يسيب الباب مفتوح ويخرج وينساه، زوجتك تنسى مثلا تدخل تاكل الطيور او حاجه وتنساه، قطه تدخل وراها او حد يدخل، عيل صغير يكسر الحصويتين. فانت يا باشا قفل دنيتك واعمل مفتاحك وقفل بيقفلك ويظبط امورك. حتى والله لو بتربي حمام بلدي، حافظ يا جماعه على حاجتكم. الحمام دلوقتي بيكلف، والحمام عشان خاطر تعمل حمامتين كويسين منتجين شغالين حافظ عليهم، يعني عشان خاطر تطلع قصين كويسين محترمين بينتجوا لك والله حتى لو بلدي، حافظ عليهم وما تفرطش فيهم وما تهملش فيهم عشان ربنا يكرمك. تمام. دي يا جماعه كانت حلقتي. ومش عيب يا جماعه ان احنا يعني نقول ايه، بس يعني الحمام على قد ما هو ممكن سعره مش كتير، بس هو قيمته المعنوية كبيرة على صاحبه، وممكن يدخل صاحبه في مشاكل. وياما حوارات قامت وياما خناقات قامت في مناطق وياما قعدات عرفية اتعملت عشان خاطر حمام وعلشان خاطر القصص دي كلها. فيا جماعة يعني نخلي بالنا وناخد حذرنا، وربنا يسترها وعلينا وعليكم. وفي النهاية بتمنى لكم الخير كله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.